السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهديني الأعزاء عشاق تفسير رؤى الأحلام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة هنتكلم على رؤية الأنف في المنام بجميع أشكالها. في الحقيقة لها تأويلات كتيرة قوي، عشان كده قلت لازم أعمل لكم فيديو لأنه هيوضح تفاصيل كتير ورموز كتير بتبقى فيها رسائل ربنا ربانية ربنا بيبعتها لنا، بتحمل ما بين الخير والشر والإنذار. وان شاء الله كلنا هنستفيد من الفيديو ده، هنخرج من الفيديو ده واحنا مستفيدين وفاهمين تفسير الرؤى اللي احنا شفناها في المنام. بس قبل ما اخش على تفاصيل الفيديو، اتمنى انكم تصلوا على النبي وتتموا الفيديو بلايك علشان يوصل لاكبر عدد ممكن ويستفيد الكل منه. واللي عنده رؤية ومحتوى في تفسيرها يكتبها اسفل الفيديو وان شاء الله هنفسرها له. هنبدأ بقى نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نوضح رؤية الأنف في المنام. لو الواحد حلم ان هو شاف في الأنف 3 فتحات في المنام، 3 فتحات، الأنف له 3 فتحات بتدل على مشكلة عائلية، فالمنام جاي لك انذار. طيب لو شفت رؤية الأنف وليك فتحة واحدة، فتحة واحدة، بتدل على انك انت شخص متكبر واناني للاسف، والانذار جايلك انذار عشان تنتبه. طب لو شفت الانف من ذهب، لونها ذهب، ده بيدل على ذهاب هم. لو صحيت من النوم كده وشفت ايه ده، انا مناخيري لونها ذهب، ده بيدل بشارة ليك بزوال هم لو انت في كرب. لو انت شفت الانف من حديد، الأنف من حديد ده بيدل لو انت في موقف صعب او في مشكلة او في قضية او في اي حاجة فيها تحقيق، بتدل على القوة والنصر لك بإذن الله. رؤية الأنف من النحاس، للأسف الشديد رؤية الأنف من النحاس بتدل على موت أحد الأقارب. لو شفت الأنف من طين، يعني غريبة أشوف مناخيري فيها طين أو هي عبارة عن طين، دي بشارة لك على إنك أنت، بتدل على إنك أنت هيكون لك ابن صالح. هي بشارة بين ربنا هيبارك لك في ابن هيكون صالح وعنده ولاء وطاعة وخير لك. نزول ذبابة من الأنف للمرأة الحامل أو اللي هي منتظرة حمل بتدل على بشارة لها بمولودة هتكون أنثى. طيب لو الأنف نزل منه رؤية الأنف ونزل منه ثعبان، نزول الأنف ثعبان من الأنف بتدل على أنك أنت هيكون عندك للأسف الشديد ابن سيء جدا. طب لو شفت نزول الدم من الأنف، نزول الدم من الأنف بتدل على زوال هموم. ولو الدم كتير بتدل، لأن الأنف مرتبط برضو بالرحم، بتدل على خسارة. لكن لو دم بسيط بتدل على زوال هموم. رؤية الأنف نازل منها سمنة، الأنف نازل منه سمن، ده بيدل على مال حرام للأسف الشديد. رؤية الأنف جميل، بيدل على أخبار سارة وعزة. رؤية الأنف سوداء بتدل على كثرة المعاصي وأخبار سيئة. رؤية المرأة بتنظر في المراية ووجهها فيه شعر قبيح بتدل للأسف على أخبار سيئة. رؤية الأنف قبيح بيدل على الذل والاحتياج. رؤية الأنف مكسورة بتدل على كثرة النفس، والنفس هتكون مكسورة الفترة الجاية للأسف. رؤية الأنف المتزوجة بتدل على مشكلة زوجية. انك انت تستنشقي اثناء الوضوء ميه بتدل على التوبة. رؤية الأنف مسدودة بتدل على أزمة مالية. شم الروائح بتدل على أخبار سارة. الأنف بتشبه الرحم، الأنف لا علاقة بالرحم. رؤية انك انت شفتي نزول نوى بلح من الأنف، دي بشارة ليكي بذرية صالحة، ان في حمل ليكي وهيكون في ذريه صالحه. لو انت مش ناويه تحملي وفي عندك اولاد، يبقى بشاره ليكي بهدايه ولادك وهيكونوا صالحين. رؤيه الانف معوجه
بتدل معوجة اتجاه الشمال بتدل على ان يكون في مشكلة في الانجاب. زي ما انا قلت الانف لها علاقة بالرحم، احيانا بيبقى لها علاقة بالرحم. شفت الانف معوجة اتجاه الشمال بتدل على مشكلة في الانجاب. نزول نزول لو لقيتي تعب في الانف بيدل على الرحم والفرج، واعرفي ان في مشكلة في الحوض. يعني انت لو منتظرة حمل وحسيتي ان الانف في تعب في مناخيرك، اعرفي ان في تعب عندك في الرحم او الفرج ومحتاجة تتعالجي. رؤية قطع الانف للأسف بتدل على موت احد الاقارب. رؤية الأنف ينقطع بتدل على موت أحد الأقارب. رؤية الأنف من نحاس بتدل أيضا على موت أحد الأقارب. رؤية إن ليكي أنفين ده معناه إيه؟ معناه إنك أنت حاشرة نفسك في كل حاجة، واللي أنت حاشرة نفسك فيه ده هيتسبب لك مشاكل. فأنت حاطة مناخيرك في كل حاجة وحاشرة نفسك في حاجات مش بتاعتك هتسبب لك مشاكل. لو انت شفتي الانف عالي، مناخيرك عاليه، بيدل على علو شأن ومكانه ليكي. لو شفتي نفسك انك انت بتستنشقي كروسين اللي هو الجاز بيدل على مال حرام. انك انت تستنشقي السمن بيدل على شخص يتعامل بحكمه ورحمه. الاستنشاق السمنه بتدل على انك انت بتتعاملي بحكمه ورحمه. طب لو شفتي السمنه بتنزل من مناخيرك او من الانف بتدل على مال حرام. فرق ما بين الاستنشاق وفرق ما بين نزول السمن. لو انت استنشقتي التراب بيدل على مال كتير، بشارة ليكي بمال كتير. اي حد عنده رؤية ومحتار في تفسيرها يكتبها اسفل الفيديو وان شاء الله هنفسرها له. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.